لما اجي امسك طاره او دمبل واجي امسك كده اهو والعب بالشكل ده، انا هنا بعمل ايه؟ شولدر اكستنشن. يبقى انا شغلت ايه؟ شغلت اللات معايا صح؟ انهي اصعب لما العبها كده بالدمبل او بطاره ولا لما العبها على الماشين؟ بالظبط، انا في هنا عضلات كتير بتشتغل معايا وانا هنا اهو جسمي بيحاول يعمل اكسترنال ستابيليتي، بيحاول يعمل ثبات خارجي، فهبتدي ان انا الكوادز عندي بتشتغل، القطنيه عندي بتشتغل، بتحط جسمي في وضع ثبات، وابدا ان انا العب. طب افرض انا عندي مشكله في الفقرات، افرض انا عندي مشكله في غضروف، مش هعرف اصلا اتمرن، فالتمرين ده اصعب بكتير. هنا بقى لا، انا والله انا لو عندي مشكله في الظهر، مشكله في الفقرات، والدكتور قال لي العميل اللي معاك ده خف وحالته كويسه ممكن يتمرن عليه بس بتمارين خفيفه، ما تقولوش دي التمارين خفيفه، دي التمارين الخفيفه، ان انا اقلل الحمل على الجزء السفلي اللي تحت، فهشغل هنا عندي اللات ولكن باقل نسبه تحميل على باقي المشاكل اللي عندي. لو انا واحد بيجنر ممكن يكون اصلا مش عارف يظبط الادجستمنت بتاعته، تلاقي اغلبيه البيجنرز يعمل ازاي؟ تلاقي عامل كده كده يا كوتش صح كده، طب لا يا ابني اظبط كده، هو تلاقي جسمه لسه ما تعودش على الحركه، فتلاقي ايه؟ ان هو عموده الفقري مش مظبوط، دراعه بيرمي لقدام شويه، دراعي بيرمي لورا شويه، هو لسه مش عارف التكنيك الصح. في اسهل من كده، اقعد مدى حركي واحد هتروح كده وهتروح كده، شكرا خلص. هو برده بيكون اسهل بكتير للبيجنرز.